يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنقضي اليوم مع بعضينا، يوم من ايام الدراسيه. النهارده مش عليا جامعه، فبقضي اليوم ده في البيت بقى، بخلص الحاجات اللي مطلوبه مني من الجامعه. فبدات اليوم بتاعي بالفطار. وبعدين هقعد اكتب المهامي الدراسيه. في أواخر الترم وفي أواخر السنة بتبدأ التراكمات تظهر، اللي هي التراكمات الدراسية بقى. بتبدأ الدرس الأول ده متراكم عليه الدرس التاني، الدرس التالت، بتبدأ التراكمات تكتر علينا. فتحس الواحد بينضغط بقى ويقول ايه ده، انا مش هلحق اخلص كل التراكمات دي، طب انا هسيبها بقى لحد ما ايه، يجي يوم الامتحان قبل ليلة الامتحان وهلمهم. طبعا ده اكبر غلط بنواجهه اصلا. اللي حاسه ان ده اكبر غلط بنعمله. فهنبدأ بأول حاجة نعملها عشان نخلص من التراكمات دي وما نسيبهاش لآخر الترم، ان احنا نحدد التراكم بالظبط اللي علينا. الدرس الاول كيمياء، الدرس التاني فيزياء، اي حاجة تحددوها، 1 2 3 4، دول التراكمات اللي عليا، تبدأ نخلص فيها واحدة واحدة. مش هتلاقوا التراكم ده خلص من يوم وليلة، لا، هيقعد فترة اسبوع واسبوعين عقبال ما تخلصوا كل التراكمات اللي عليكم وترجعوا تاني مش عليكم اي تراكمات. التراكمات دي اصلا بتظهر لاي شخص. احنا مش دايما هنبقى كاتبين كل المحاضرات، مش دايما هنبقى كاتبين كل الدروس، لا، اكيد في تراكم، اكيد في ظروف بتحصل لنا. سواء بقى ظروف الدراسة او ظروف الظروف المحيطة بينا. فعادي لو تراكمنا، بس نلاحظ ان احنا نخلصهم واحدة واحدة. هنا بقى بعد ما خلصت اخيرا المحاضرتين، قعدت فترة عقبال ما خلصتهم، قعدت حوالي، يعني قعدت فترة طويلة. وبعدين بقى دخلت عشان اعمل لي حاجة اشربها، هشوف بقى هقدر اكمل مذاكرة تاني ولا لا، عشان المحاضرتين بصراحة خدوا مني وقت جدا. وقت من التركيز، وقت من المجهود، ووقت من الوقت اصلا. فدخلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه. عملتها بالطريقه العاديه اللي انا دايما بعملها، قلت بقى اقعد على الموبايل شويه اشوف الجروب بتاعي بعت اي حاجه مطلوبه، يعني عملي وكده. بعد ما قعدت شويه بقى قلت ايه، اخش ازين الكشكول التحضير بتاعي، عشان بصوا كان بسيط جدا ومفيهوش اي تزيينات. فقلت لا، لازم ازينه. معلمه رياض اطفال لازم يبقى الكشكول بتاعها متزين. فجبت بقى اللي هو الفوم الجليتر ده اللي كان عندي. آم، هو كان لونه فاقع شويه، بس كان اللون ده كان عاجبني اكتر، بس كان في حته صغيره، فقلت خلاص انا هستخدم التاني وخلاص. بس طلع اصلا في النهايه تحفه. المهم ان انا اخد مقاس الكشكول على الفوم، ارسمه على الفوم، ولزقت الفوم على الكشكول. يعني مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، وفي الاخر شكله اصلا تحفه. فكره التزيين دي حلوه قوي للناس اللي هي عايزه تعمل التزيين بسرعه وفي نفس الوقت يبقى تحفه. يعني بجد، والدكتور اصلا لما شافت الكشكول عجبها ما شاء الله. يعني لو عايزين تزينوا الكشكول بتاعكم، سواء كنتوا مدرسين او مثلا عايزين تزينوا الكشكول بتاع الجامعة بتاعكم كده، اعملوها تحفة بصراحة. و بس المشكلة ان الفوم ده بيتبهدل، فخلوه اللي هو كشكول، مثلا لو كشكول يوميات، كشكول ذكريات، الحاجات دي ممكن تزينوها بالطريقة دي تحفة بصراحة. وما خدتش مني وقت خالص، يعني خد مني حوالي نص ساعة وبقى بالحلاوة والجمال ده. كان ده شكله في النهاية. بس قلت انا هرسم له رسمة، يعني حسيته بسيط قوي، فقلت خلاص انا هرسم له رسمة. وفي الاخر ده كان شكله. قولوا لي رأيكم بقى، ولو في اي اضافات قولي لي برضو اضيفها. يعني اضيفها وكده هتبقى احلى وكده. في نهاية اليوم قررت ان انا اعمل ماسك القرفة والليمون. الماسك ده تحفة جدا، ولما بشرتي بتكون فيها حبوب وكده بحب اعمل الماسك ده جدا. بينشف لي الحبوب، وكمان بينضف لي البشرة بتاعتي كويس، كويس جدا. جربوا الماسك ده، بس اتأكدوا ان بشرتكم ما تتحسسش من الماسك ده. هقلب بقى هقلب الماسك كويس جدا، اللي هو الليمون والقرفة وشوية مية ورد، وتقلبوهم كويس جدا جدا جدا. وبعدين بقى تفردوهم على بشرتكم لمدة 10 دقايق تلت ساعة، وبعدين نغسلهم بمية فترة. وبس كده الماسك ده كده جهز. دخلت برضو بقى عشان اوريكم الاوتفيت اللي هنزل بيه بكره المدرسه. هنزل بالجاكيت الاسود ده، وكمان هلبس فوقيهم الطرحه البينك دي. وكمان هلبس الجيبه، انت شفتوها قبل كده في الفيديو اللي فات او اللي قبليه. الجيبه منقشه شويه دي. وبس كده هيكون اوتفيت بكره. هخش بقى انام وهصحى بقى اروح المدرسه. وكده وكده تكونوا قضيتوا يوم معايا. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، سبسكرايب لو انتوا جداد معانا في القناه. والى اللقاء يا احبتي في الله.